عليكم. يعني دائما سنكمل هذه النصائح قبل شهر رمضان لنتطرق إلى أشياء أثناء شهر رمضان. الأشخاص الذين يريدون أن يتخلصوا من بعض الأمراض التي تتعلق بالزوائد، كوليسترول، حصى في المرارة، حصى في الكلية، حصى في المثانة، تكيسات، فيبرومات، أشياء التي ممكن أن يتخلصوا منها، السمنة الوزن الزائد، حتى بعض الأشياء التي تتجمع في الكبد، هذه الجاما جلوبولين، هذا المشكل كيكون مرتفع، ترانزامينات تكون مرتفعه الى اخره. بقيات وجبه واحده هي طعام السحور. السحور ليس فيه شيء، ليس وجبه متكامله. طبعا اذا كان شخص يتناول فواكه جيد، فواكه جافه او طريه، تفاح، برتقال او تمر او تين او اشياء، فواكه وماء يكون جيد. الناس اللي يريدون أن يأكلوا، الأشخاص اللي عندهم مثلا بعض الأمراض ويجب أن يتناولوا يتصحروا، بحال النساء المرضعات، بحال الأشياء هكذا، ممكن أن الفضاء المغاربي، تونس، المغرب، الجزائر، كانوا كيتصحروا بالكسكس، الكسكس، الصيكوك، كسكس السفة. هذه أشياء تروق طعام السحور، نشويات، نشويات. إذا كان خبز متخمر مع زيت الزيتون جيد، جيد. لماذا؟ لأن هذه النشويات تتحلل ببطء وتعط تبقى الإنسان يحس براسه شبعان، ما كيحسش بالجوع. ثم أنها الجليسيمي، تركيز الدم، لا ينخفض كثيرا أثناء اليوم، لأن غادي يكون اليوم طويل. الناس ما يخافوش من اليوم طويل، كلما كان طويل أبشروا. الناس اللي غادي يصوموا 21 ساعة في بريطانيا غادي يكونوا يصوموا أحسن منا. إخواننا في إيرلندا وفي بريطانيا غادي يصوموا 21 ساعة هما أحسن منا، لأن اللي عندهم فترة طويلة حتى ولو أكلوا في الليل جيد. ولكن احنا عندنا 19 ساعه، 18، 17 على حسب منين بدا الصيام، من السحور حتى الفطور. عموما هذا طعام السحور الناس ممكن يتناول فيه النشويات، وركز على زيت الزيتون، نشويات، فواكه، وركز زيت الزيتون، نشويات، فواكه. ليس هناك البان، ليس هناك لحوم. بعض الناس كيعجبهم اللبن البلدي، اللبن هذا المتخمر، اللبن البلدي اللي غادي يحضروه في ديورهم. ممكن يشرب كوب كبير من اللبن، نعم، او لبن وخبز، نعم، او صيكوك، لبن وسميد وقمح، نعم. ولكن نشويات، انا اركز على نشويات، زيت الزيتون. ممكن يشربوا شاي او اشياء هذا، ممكن يشربوا ماء، وهذه كلها اشياء جيده في السحور. السحور ليس وجبه متكامله. الاشخاص اللي كيريحوا في المائده وياكلوا بالسلطات وباللحوم كذا، السحور ليس وجبه متكامله. السحور بركه، اي شيء تناولته في طعام السحور فهو يكفي. ان شاء الله الى حلقه